أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بذهننا أن أولي العلم أو الذين أوتوا العلم هم فقط المتشرعة أو الذين تخصصوا في الفقه والأصول، ولكن بعد ثورة المعلومات وتحرك شريحة كبيرة جدا من أهل البصيرة لحماية أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله، ظهر لنا لون من ألوان أهل العلم وأهل البصيرة. فكان راحلنا العزيز المرحوم الأستاذ إبراهيم الناظري مرآة التواريخ رحمة الله عليه نموذج لذلك البصير الذي يمكن أن نطلق عليه أيضا عالم، لاشتغاله بمسائل علمية لا يخوضها إلا أهل العلم. كنت متابعا ومحاورا له، ودارت بيننا جلسات كثيرة طفحت منه خصاله هذه التي نتحدث عنها. مما تميز به راحلنا العزيز رحمة الله عليه أنه لا يحب مزاحمة أحد ولا مضايقة أحد، هدفه فقط خدمة المذهب، رعاية أيتام آل محمد، لا تصل إليه شبهة ويدعها، لا بد من معالجتها، ويتحرك في أكثر من موقع لإيصال هذه الكلمة، لإيصال هذه المسألة، لعلاج هذه الشبهة. وبالفعل حدثت الفاجعة، فكان هذا الصيت الكبير أو الوقع الكبير للفاجعة. فضلاء أهل العلم تألموا كثيرا كما تألمنا نحن الذين لسنا ننسب للحوزة لرحيله، لأنهم يعرفون قيمة ما قدمه راحلنا، وقد اشتغلوا في تلك القضايا، وهم يعرفون مستوى وأداء وعطاء هذا الأستاذ الراحل. هذا العطاء قطعا سيخلده وسيجعله حاضرا فينا دائما. الشيخ المفيد رحمة الله عليه مضى على رحيله أكثر من 1000 عام، ولكنه لا زال حاضرا فينا. الشهيد الصدر رضوان الله عليه مضى على رحيله أكثر من 30 عاما، ولكنه لا زال حيا بيننا، كأنه لا زال يعلمنا دروسه ويعلمنا تلك المعاني الكبيرة والسامية لفهم خطاب بيت العصمة والطهارة. أيضا بحجم ما أعطاه وللشريحة التي قدم لها سيظل حاضرا وعلى مدى طويل، وإن شاء الله سيكون له ذلك ذخرا وذخيرة. الأخوة المؤمنون الآن يعملون لإخراج ما تركه، وهو حقيقة عطاء كبير، وسيكون أكثر خدمة من انحصاره في شبكة الإنترنت. يمكن أن يصل لشخص لا يملك الشبكة أو لا يملك الإنترنت، ونستطيع أن نتواصل، ويمكن أن نقرأ وننقل ونضيف، كما حدثت الإضافات للعلامة الجليل آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي للمراجعات، الذي أصبح كتابا حقيقة مرجع في الحوار العقائدي. وهو أيضا عطاء الأستاذ الراحل سيكون أيضا إن شاء الله بهذا المستوى. نأمل أن تكون هذه الذخيرة ذخيرته بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيف
لا يفلح من كانت هذه ذخيرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، ونشكر الأخوة في الكويت لاهتمامهم بهذه القضية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.